دلوقتي معاكم فقره اسال السحارتي. سحارتي، ايه الحاجات اللي كان نفسك تعملها ولسه ما عملتهاش ونويت تعملها في 2025 في شركتك؟ طيب انا في حاجات كتيره قوي عملتها مش هنتكلم عنها، بس في حاجات كتيره قوي نفسي اعملها. اولا انا نفسي ابقى مطور، نفسي اعمل حاجه لها علاقه بالتكنولوجيا، نفسي شركه دبي تكبر زي شركه مصر. وبحلم وبعمل خطه ان احنا نعمل ده وبسعى. حلو. موضوع التكنولوجي ده بتفكر في ايه؟ يعني اي نمط في التكنولوجي خاص؟ انا قلتها في حلقه قبل كده، يعني انا بفكر ان انا اعمل تكنولوجيا تسهل على الناس السيلز او الماركتنج ايجنسي ان هم يعملوا ليدز افضل. مش هخترع العجله، يعني هدور ايه ممكن يتطبق على العقارات واعمله، لان هو ده اللي احنا رايحين له. يعني صح. لو ما طورتش من نفسك وبقى في تكنولوجي، في حاجه بتسهل الدنيا، في حاجه بتكبر الدنيا، هننتنا قاعدين. طيب، ومطور ان انا المطور ده بقى رؤيتك ليه؟ شايف ان هو ده هدف ممكن يتحقق على مده قد ايه زمنيا مثلا؟ راسم له البلان بتاعتك يعني على قد انا إيه؟ المفروض كنت هبتدي مع بدايه العاصمه وكان معانا الفلوس الحمد لله، بس ما ابتديناش عشان خوفنا، ما كانش في ظهرنا مثلا مطور عنده سابقه اعمال او النهارده انا معايا شركاء جامدين جدا في التطوير عندهم سابقه اعمال محترمه، بس مستنيين المكان المناسب والحته المناسبه اللي نقدر ننزل فيها. ان شاء الله تكون بدايه مبشره وانت هتنفذ حاجه ان شاء الله كويسه بامرك مع بعض ان شاء الله يا رب. بعض. ان شاء الله. كانت حلقه مميزه جدا واستنونا ويا رب تعجبكم.